السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده حلو ودعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يسعد قلوبكم جميعا، ربنا يكبر خواطركم. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. حطوا معايا اللايك كده وتابعوا الفيديو. متنسوش بقى تحطوا لي كومنت حلو ودعوة حلوة من قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي كده، ما تنسوش تدعي لابويا وام امواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. محدش يزعل من دعواتي دي. الدعوات دي حلوه جدا جدا، وبالنسبه ان انا حامل وكده ربنا يستجاب مني. اللهم امين يا رب العالمين، ومنكم دعواتكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه يا رب العالمين. ربنا يوفقنا جميعا جميعا، ويجبر بخاطرنا جبرا يتعجب فيها أهل الأرض والسماء، ويبعد عننا أي حاجة وحشة يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا أنا دخلت البلكونة التانية ديكي الأول الصغيرة، اتفاجأت بقطة كده صغيرة، خفت منها بصراحة، فضلت أطلع فيها ما رضيت تطلع. بعد كده خرجتها وكنست البلكونة عادي، ورجعت على البلكونة التانية اللي هي الكبيرة دي. طبعا أنا حاطة فيها الزرع زي ما انتوا شايفين كده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده، أنا نزلت الزرع تحت شوية، يعني احط فوق شوية على السور شوية تحت كده. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده كنست البلكونة دي ودي، وبعد كده دخلت بقى على الشقة جوه عشان ايه ابقى يعني بشتغل كده وانا مطمئنة. طبعا دخلت على اوضة الاطفال اروقها وانضفها. هي كانت نظيفة اصلا يا حبايبي، بس انا يعني ايه، بصراحة قلت اما اروقها كده وهول الأوضة شوية بتاع ساعة ولا حاجة، الشباك يفضل مفتوح أو ساعتين، وقبل الظهر كده أكون أنا قافلاه. طبعا أنا كنت شايلة الحاجات دي كلها في العيد وعاملة كل حاجة كل حاجة. طبعا كده الدنيا رايقة حواليا جدا جدا جدا. وان دخل عيل هنا أو ولادي دخلوا، يعني بصوا هجيبهم من شعرهم، بصوت له ماشي. محبش بقى ايه البهدلة والكركبة والكلام ده كله. طبعا انا بنفضهم تراب اي حاجة كده بتتنفض معايا. وطبعا الأوضة نظيفة والدنيا رايقة والدنيا حلوة كده. وإن شاء الله بإذن الله كده تدعولي كده دعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يكمل حمل على خير. ويجي الجنين سليم معافي إن شاء الله يا رب العالمين. أنا وكل أي يعني أي حد حامل، ربنا يرزقه يا رب بابنه أو بنته سليم معافي يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وكل اللي عايز يرزقه بالخلف الصالح. طبعا روقتهم كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ايه قلت امسح السرير. والله يا حبيبي مفيش تراب مفيش حاجه خالص، كله نضيف لوكس فل كده. يعني حاجه، يعني بصوا، بس انا يعني ما بحبش اريح نفسي شويه، بحبش انام كده واسيب الايه وحاجه في دماغي. طالما حاجه طلعت في دماغي خلاص اقوم اعملها، يعني اقوم اعملها. برضو كده جيت على الدولاب زي ما انتوا شايفين كده بيلمع وبيبرق كده، الخيال باين فيه، بس انا كنت بلمعه كده بقماشة من غير اي حاجة وكنست. وبعد كده ايه جبت الشرشوبة كده بشوية معطر وديتول، وبعد كده ايه قلت اما ايه امسح بقى الأوضة كده وهويها. فتحت المروحة عشان تنشف على طول. خلاص كده مسحت الأوضة، فتحت المروحة تنشف. وبعد كده انا كنت ايه مسحة برضو الصالة، كنت مروقه الصاله وبرضو شايله الركنه ومسحه. اقول لكم هبت خالص خالص يعني. طلعت على البلكونه. بصوا بقى يا حبايبي، ارتحت كتير قوي قوي. طبعا انا عندي البلكونه اللي هي الكبيره دي، انا ما كنتش بعمل فيها، ما بنشرش فيها خالص. هي كان فيها حبال اللي هي الالومنيا دي، الحبال العاديه اللي هي الجامده دي. وبعد كده انا هي صدت من قله الايه النشران عليها، صدت. فطبعا كانت لما الايه الدبان والكلام من ده، فانا شلتها خالص خالص. وبعد كده ايه ركنتها يعني رميتها. وبعد كده سبت البلكونه شويه فتره يعني.
فانا بصراحه مش كنت قادره اطلع ولا انزل فوق على السطح فوق. كنت بتعب يعني، انا كنت بغسل كل يوم ويوم، كل يومين، بعيد عليا أوي السطح في الخامس فوق. فطبعا تعبت بصراحة. وغير كده انا يعني خلاص يعني الحمل بتاعي بدأ في الاواخر، فمش قادرة اطلع وانزل. فقلت بقى رحت اشتريت حبال من اللي هي السلك دي. وقلت اما اعمل ايه ليا 3 4 حبال كده في البلكونه دي. انا مش كنت بنشر هنا يا حبايبي عشان الدبانه، لان انا الشقه بتاعتي فوق بدرون يعني، واطيه يعني، فكان الدبان بيجي هي في وش البيت اصلا. فانا ما بحبش بقى الدبان يجي على الهدوم وكلام من ده. فجبت لفه حبال زي ما انتوا شايفين كده. اللفه دي يا حبايبي ب35 جنيه، ب40 جنيه باين تقريبا. انا كنت شاريها من زمان اصلا وركناها. بس بقى ايه، اجى الوقت ان انا ايه، ان انا احطها بقى كده واغسل بقى هنا وانشر بقى على طول، تبقى الايه الامور سهله معايا. عملت الحبال كده 4 حبال، وبعد كده دخلت بقى على المطبخ. قلت ايه، الولاد كانوا عايزين حاجه حلوه يعني، كانوا عايزين حاجه حلوه. قلت لهم عيوني حاضر. بان الجو حر والواحد مش عارف طايق نفسه اصلا. دخلت بقى على المطبخ، جبت شويه تفاح كده حلوين. وجبت ايه، انا تصدقوا ان انا جبت الموز يوم السوق، تاني يوم السوق اترمى. والله العظيم رميته، رميت الكيلو كله بحاله. ليه؟ مش معاده تقريبا، مش بلدي او كده الموز يعني. تاني يوم كان كله طري، وولادي ما باكلوش الموز الطري ولا انا كمان باكله. فشلت كله رميته للطيور كله بصراحة يعني. كنت جايبة كيلو. طبعا هو الجيلي بيبقى حلو بالموز، طبعا ما فيش موز مش هنعمل الجيلي، هنعمله. جبت بقى عنقود عنب كده اخضر واحمر، وبعد كده فرفضته زي ما انتوا شايفين كده. وجبت كام تفاحه وقطعتها كده مكعبات حلوه كده. وقلت ايه، همشي العمل كده بالعنب والتفاح، فضل ونعمه من عند ربنا. والله العظيم ريان ابني بيجي يشيل الفواكه دي كلها على صينيه كده، بجيب له على الصينيه. بيشيل الفواكه دي كلها من على من الطبق وياكل الجيلي الساده. بيحب الجيلي ساده جدا، على الرغم ان هو بياكل التفاح والعنب بس مش حابه فيه. يعني ايه مش عارفه. بصوا بقى انا انصدمت صدمه عمري. انا جبت 3 باكت جيلي، 3 باكت جيلي. طبعا انا قلت هعمل 2 واسيب واحد. ببص في الجيلي لقيت الجيلي زي ما يكون مضروب. تقولي انا كنت غليت الميه وغليت وحطيت غليت الميه. طبعا انا ما حطيتش سكر كتير عشان بيبقى مسكر قوي. لما يكون الحاجه مسكره قوي مش تبقى حلوه. وشلت الحله اليمه دي كده، وقمت مفضيه باكيتين جيلي فيها. بصوا انا انصدمت، لقيت الجيلي زي مضروب. بصوا زي ما يكون عليه نشا، مخلي بقول لكم العلبه اللي هي مقفوله بلزق يعني متبرشمه. اما العلبه اللي بتتفتح سهله دي، هي دي اللي كانت بايظه، زي مضروبه. العلبه اللي هي بتتفتح سهله، زي مثلا علبه الدواء كده، دي بايظه. اما اللي كانت برشمه ومتلزقه دي حلوه سليمه يعني. فعملت 2 ورجعت عملت باكت كمان. يعني بصوا الكميه، انا كنت مش مكتره ميه اصلا، كنت عايزه. بس انا انصدمت والله العظيم يا حبايبي بصراحه من من الموضوع ده. فبحبكم في الله، يا رب دايما اكون خفيفه على قلبكم، يا رب اكون بفيدكم لو بمعلومه بسيطه. متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده ودعوه حلوه من قلوبكم. عملت لهم طبقين جيلي كده وفيديو